السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب ام مالك، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. مشرفينا ومنورينا دايما بوجودكم معانا في القناة، قناة احلى اكلة من مطبخي. انزلي بسرعة اعملي لي اشتراك في القناة واعملي لي لايك للفيديو علشان الفيديو يكبر ويوصل لكل الناس ان شاء الله. بداية كده مش عايزين ننسى نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه يا بنات. إيه، بصوا بقى، انا هبدأ معاكم النهارده يومي في الدايت. طبعا انا عامله دايت الحمد لله الحمد لله. وصلت يعني لكيلوات كويسه نزلتها. بس طبعا لسه برضو ان شاء الله كتير هنزله. فانا قلت ايه، هشارك معاكم اليوم طبعا معاكم واوريكم كده اليوم الدايت بتاعي بيبدأ ازاي وبعمل ايه وبسوي ايه. طبعا بداية كده انا واقفة بحضر الفطار بتاعي. هاخد الكبسولة، ده برشام الدكتورة كانت بتديهولي، باخده الصبح على الريق. وهبدأ اخد الكبسولة دي دلوقتي اللي هو قبل الفطار. وهبدأ اجهز الفطار بتاعي. طبعا الفطار بتاعي النهاردة او طول الاسبوع ده كان بسكوت شوفان وشاي بلبن. طبعا اللبن يكون اللي هو خالي الدسم. اهو ده بسكوت الشوفان. بس عايزه اقول لكم انا ما حبيتهوش خالص لان لقيته مسكر، يعني السكر بتاعه زياده، مع اني جايباه يعني يعتبر ما فيهوش اللي هو الحبوب الكتير. هي كانت قالت لي اللي هو القمح ما بيبقاش مسكر قوي، بس برضه لا مسكر، مش ما عجبنيش بصراحه. فانا مش هجيبه تاني. ده اللي هو بسكوت الشمعدان كان مسكر يعني. هبدأ طبعا اجهز الفطار. هفضي بقى اللبن هنا في الكنكه، وهاخده اسخنه عشان اعمل الشاي بلبن. عايزه اقول لكم انا يعني ماليش تقل قوي على الشاي بلبن. بس طبعا شربته، ما حطيتش سكر خالص. من اللي هو العادي بتاعنا، حطيت سكر اللي هو السويتال او سليمر اللي هو الدايت. وده بقول لكم كنت مطلعه عشان كنت هعمل قهوه بلبن يعني. بس قلت خلاص خليني ماشيه على النظام زي ما هي قايله لي، عشان ايه يعني نروح خاسين حبه حلوين الاسبوع ده. طبعا هجهز ده كله وهفطر وهنزل السوق علشان اجيب سمك. لان طبعا برضو الاكل بتاعي يومين سمك يومين تونة يومين سمك برضو، يعني اتنين اتنين اتنين. طبعا ان شاء الله ان شاء الله هبقى انزل لكم، لو انتوا عاوزين هنزل لكم كل النظام ده بورق متصور. بفتح بقى هنا البسكوت اهو زي ما انتوا شايفين. هاخد اتنين بس، هي قايله لي بسكوتين بس. هو ده كان ببذور اللي هو اللب الابيض، او لب اللي هو القرع تقريبا. وقلت خلاص بقى انا هفطر كده وهخش البلكونه اشرب الشاي بلبن دوت واكل البسكوت، واظبط نفسي كده قبل ما انزل للسوق في الحر اللي احنا فيه ده. عايزه اقول لكم الجو حر جدا 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 يعني. اللهم اجرنا من النار ومن عذاب النار. ادي الفطار الحلو بتاعنا بتاع الدايت اللي لازم نقنع نفسنا ان هو حلو. هاخده بقى ويلا اخش على البلكونه. تعالوا معايا نفطر في البلكونه، وخالد ابني اللي هيصورنا واحنا في البلكونه. دخلت بقى البلكونه هنا، الجو كان جميل جدا. عايزه اقول لكم الساعه كانت تقريبا 9 او حاجه زي كده، والجو كان حلو قوي. طبعا شمس بس مش لسه الشمس ما سخنتش يعني. هي تسخن عليا بقى وانا تحت في الشارع، وانا في السوق يعني. بدأت افطر بقى، وهنا خالد اهو عمال يبص براسه كده عشان يشوف الصورة طالعة عاملة ازاي. اهوت واقفة افطر في البلكونة بقى. بحب الجو ده قوي على فكرة، ومعظم الاوقات ولادي ما بيبقوا نايمين بعمل لي مثلا فنجان القهوة بتاعي واخش افطر واشربه كده في البلكونة الصبح. بفتح بقى الستارة شوية كده لان انا ما قداميش حد. وهنا سمعت صوت زي بنت اختي تحت كده، هبص حالا بحسبها هي، ما لقيتهاش هي. بس وكنت جهزت نفسي بقى، عرفت انا نازله اشتري ايه والحمد لله اللي انا كنت مقرره اشتريه اشتريت نصه واشتريت حاجات تانية. يلا هنزل بقى على السوق كده وهخلص فطار واخش انزل على السوق اهو. بصوا ببص بحسبها هي. هخلص فطار ونرجع مع بعض من السوق نشوف الدنيا معانا فيها ايه. بس لو وصلتي لهنا اوعي تنسي بقى تحطي لي لايك للفيديو واشتراك في القناه، وحياة كوبايه الشاي بلبن دي اللي انا بشربها غصب عني. وما تنسيش تشترك لنا في القناة. يلا بينا هروح السوق ونرجع نشوف عملنا ايه.
خلاص بقى كده انا رجعت البيت زي ما انتوا شايفين، نزلت سويت شويه المشتريات اللي انتوا شايفينهم دول. يعني كانت كلها شويه حاجات محتاجاها معايا في البيت، زي ما اي بيت بنبقى محتاجين فيه اي حاجه. هقول لكم بقى دلوقتي انا جبت ايه. انا جبت بطاطس الكيلو ربع ب10 اهي. بطاطس كويسه. عايزه تعرفي البطاطس القليه مش بالقليه، انا وريتها لكم قبل كده. البطاطس دي بتبقى بيضه من جوه، دي بتبقى بتاعه القليه وبتبقى كويس. وجبت كمان بتنجان. جبت البتنجان اهو زي ما انتوا شايفين كده. جبت الكيلو ونص ب5. وجبت ب10 جنيه ذرة من ده عشان هنشويه على الفحم ان شاء الله. هنشويه مع بعض كده وهتشوفونا واحنا بنشويه. هنطلع نقعد على السطح ونشويه. ده الواحد بجنيه، فانا جبت ب10 جنيه. ماشي. وجبت بتنجان اسمر من ده. جبت ب10 جنيه برضو ال2 كيلو. ال3 كيلو ب10. اخدت 2 كبار كده بشوم عشان هتشوفوا معانا غدا النهارده ان شاء الله. هنعمل سمك مشوي وبتنجان مشوي وهناكل بعيش وكده. وجبت الفلفل الاخضر اهو. النص كيلو ب5 جنيه. وجبت طماطم التلاتة ب10 حلوة قوي في السوق. كل الطماطم جميلة في السوق. وجبت ده العنب اللي هو الكريز الكيلو ب20. والعنب اللي هو البناتي ده الكيلو ب10. ودي كمثرى. ودي مانجا 2 كيلو ب50. والكمثرى مش عارفه بس انا دقتها بصراحه. بصوا عامله ازاي، صغيره قوي بس دقتها عسل نحل كده جميله قوي. وجبت خيار ال2 كيلو الكيلو ونص ب10. هو من ده على ده يعني مشكل، ما كبيره على صغير. وبطاطا ال3 كيلو ب10. بس كده دي المشتريات. وجبت سمك بقى هخش اشويه معاكم دلوقتي وهتشوفوا معايا المشتريات وكل اللي انا جبته ده. هنا بقى زي ما انتم شايفين بدات بشوي في السمك اهوت. انا خلصت اصلا. دول اخر شويه سمك بس انا قلت اخليهم للاخر يعني علشان خاطر الحر والصهد مخلي الواحد بصراحه هيموت مكانه وهو واقف كده. وهنا ديت الخلطه اللي هي بتاعه السمك. فيها يعني بصوا فيها الليمون وفلفل الوان وملح وخل وليمون وكمون. وايه تاني بس. ده اللي انا حطاه له. وتوم طبعا دقه توم، قلت توم. وبنطلع السمك بقى نحطه في الميه دي. انا بحبه بالدقه دي، ما بحبوش بال بايه. بحبه بالميه، ما بحبوش بالملح. ما بحبوش بالملح. الميه دي كده بحس ان هي بتخلي السمكيه كده طريه وطعمها حلو. بس حتى يعني مش هعمل سلطه، هما شويه سلطه بابا غنوج وخلاص. والسمك وشويه مخلل وعيش وحلو قوي النهارده كده. تعبت جدا النهارده لان زي ما قلت لكم انا رحت قدمت المالك في المدرسه. وجيت رحت السوق وبصراحه انا دخنه اصلا النهارده شهاده صحيه ورحنا نبصنا ندفع المصاريف. فالواحد بصراحه هلك هلك يعني. فهو كده الاكل حلو قوي الحمد لله. ويلا بينا اشوف هخلص بقى هنا وتشوفوا معايا. زي ما انتوا شايفين كده خلاص خلصت الغدا بتاعنا. شويت السمك. طبعا السمك ما صورتوش خالص شويه في القناه قبل كده. بس انا دايما بشويه في البيت، ما بشويش بره خالص. وظبطت بقى يعني دول كده بيبقى محطوطين في الدقه بتاعته يعني. هي الطماطم بس اللي مقطعه. وده طبق بابا غنوج او سلطه بتنجان او بتنجان مشوي بالطحينه. كله زي بعضه يعني. وادي طبق مخلل. وهو ده غدانا النهارده. وعيش. وده كده غدانا النهارده. لان طبعا انتوا شفتوا انا كنت في السوق فكنت جايبه بقى المشتريات وكنت جايبه سمك ويعني بصوا احيانا بضطر ان انا احط السمك في الفريزر. بس انا ما بحبوش في الفريزر يعني. هو يوم السوق ده مثلا بجيب سمك وبشويه او باجي اقليه او اي حاجه يعني. بس. وده كده كان اليوم بتاعنا. بتمنى انه يكون عجبكم ان شاء الله. وتحطوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد بنزله يوصل لكم. بحبكم كلكم في الله. ويا رب كده الاكل بتاعنا بسيط النهارده كده يكون عجبكم. ما تنسوناش تحطوا لنا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي جديد بعمله ينزل لكم.
ويلا اشوفكم على خير، متنسوش تحطوا لنا اللايك للفيديو.